صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في قناه ناديه كويزين. اليوم نهار جديد ووصفه جديده، والوصفه تاع اليوم راح ندير لكم خبزه حلوه، والخبزه هذه اللي نشربوا بها القهوه. بسم الله. الوصفه هذه فيها كاس ونص تاع حليب دافي. الكاس تاع 200 ملي، انا عبطت بكاس تاع 200 ملي. عندنا فيها 4 مغارف سكر، 4 مغارف كبار معمرين مليح، وعندنا مغرفه خميره تكون معمره مليح، والحليب لا يكون دافي. نغطيوها واحد 2 دقائق هكذا، كل دقيقه ونص تتفاعل لنا الخميره، ومن بعد نكملوا المكونات الاخرين. هكذايا انا الخميره راهي تفاعلت لي. دوك نكملوا المكونات الاخرين. المكونات هادو عندنا الزيت، عندنا 4 مغارف زيت، هذا 2 3 4 هكذايا. عندنا 2 حبات بيض، بعد ما تكوني غسلتيه نديرو لافاني، وحبه قارص مسكرفجوها. ودائما القارص كي تسكرفجوه قباله في الحلوى ولا في البريوش تاعكم، ولا باش هذيك الزيت تعبط هنايا. خاطش علاش شتي كي نسكرفجوه فيه تبسي ولا تقعد هذيك الزيت لداخل، تما سكرفجيه في الحاجه اللي راح ديريها. ونديرو شويه خليط من حبه الحلاوه والسانوج، انا مخلطتهم هكا باش كي نخدم نصيبهم ساهلين. هكذايا في الخبز ولا في البريوش ولا في خبزه حلوه هكذايا. حبه الحلاوه تجي بزاف بنينه هكذا. ونبداو نلمو فيها حتى نتحصلوا على عجينه طريقيه. هنا نبدا نستعمل يدي، نزيد الفرينه ونبدا نستعمل في يدي. شوفوا هكذايا تبداو تخطوا فيها هكذايا. هكذا تخطي واحد 10 دقائق تخطي فيها. ومن بعد نديروها تخمر، وكي تخمر نزيدو نعجنوها بمغرفه زبده، يعني ندخلو ديك الزبده ومن طون رانا نعجنو فيها. العجينه راهو ضاعف الحجم تاعها، شوفوا كنا نرش شويه فرينه هنايا باش نحبطها، ونعاون روحي بشويه زيت، ونديرو مغرفه زبده وندخلوها مليح. حنا رانا ندخلو فيها ومن طون رانا نعجنو فيها. كي تشوفيها لصقت لك زيدي لها شويه فرينه.
هكذا حتى تدخل مليح الزبده وتولي العجينه ليس. كما قلت لك خوضي السنيوه اللي ديري فيها وبداي تحلي فيها هكذايا. مرقيقه مخشينه باش ما تجيكش بزاف فيها هذيك اللبابه. هكذا بداي تحلي، تحبي ديريها في سنيوه كاري ديريها هكذايا. نخلوها تزيد تخمر هنايا مره ثانيه باش نديروا لها البيض واللي حاب يزيد لها شويه سانوت من الفوق يزيد. صفر حبه بيض مع شويه نسكافيه ولا قهوه طايبه باش ما تجيناش فيها ريحه البيض وتجينا حمرا مليحه هكذايا. والنار تكون على 200 درجه واحد ربع ساعه هكذاك طيب تكون الكوشه مليحه. هذا هو الشكل النهائي تاع الخبز تاعنا. الخبز هذا يجي بزاف بنين وخفيف ويمد كميه كبيره. ان شاء الله تجربوا الوصفه. الى وصفات ما خير.